السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. النهاردة هنعمل مع بعض الكوكيز بتاع المدارس بطريقة سهلة وبسيطة، والاولاد هيفرحوا بيه جدا، وهتحطيه معاهم في اللانش بوكس كمان، وهيبقوا واخدين حاجة من البيت نظيفة ومش هيشتروا حاجات من بره. وكمان هنعمله بدون ادوات كتير، ومش هنستخدم بقى لا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجة خالص. انا هعمله بالشوكة، يعني اقتصادي من كل حاجة. وكمان الكوبايتين ونص دقيق اللي احنا هنعمل بيهم هيعمل لي الكمية دي كلها. ولو عايزة تضاعف المقادير هكتب لك ضعف المقادير في صندوق الوصف. شايفين؟ تحفة، وطعمه جميل ومقرمش وفيه مضغة كده، واحسن من اللي انت كمان بتشتريه من بره من الافران، وحاجة نظيفة وكويسة، وزي ما بيقولوا يعني صبحة ولسه انت عاملاها. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. هيكون معايا كوباية الا ربع من الزبدة، يعني في حدود اقل من 8 كيلو زبدة. لو جينا هنحسب التكاليف مع بعض في الاخر، وهنعرف ان هو مش هيكلف ال150 جنيه اللي بيبيعوا الكيلو بيها من بره. بيبيعوا كيلو كوكيز في الافران ب150 جنيه. هنحط كيلو الا ربع من الزبدة، وممكن تحطي نص الزبدة وربع الباقي زيت، مفيش اي مشاكل. وهنحط كوباية الا ربع من السكر البودر، ولازم السكر بودر في الوصفة ديت عشان يبقى سهل علينا ان احنا ندوبه، عشان مش عايزين يكون فيه حبيبات والوصفة بتاعتنا تبوظ. بالشوكة بقى بتاعتي، وهبدأ ان انا اقلب كده. ما ينفعش مضرب، لان المضرب السلك هياخد الزبدة دي كلها في المضرب. معلش نسيت اقول لكم ان الزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة، وكل المقادير اللي احنا نستخدمها لازم تكون بحرارة الغرفة عشان تكون سهلة معاكي، ولا هي سايحة خالص ولا هي مجمدة خالص. لازم تكون بحرارة الغرفة بس متماسكة في نفس الوقت. وزي ما قلت لكم هنحط عليها كوباية الا ربع من السكر البودر، وبالشوكة كده ونقلب. شوكة، سباتيولا، معلقة خشب، اللي يعجبك هتقلبي بيه زي ما انت شايفة كده. بس المضرب السلك لو انت استخدمتيه هياخد الزبدة كلها فيه، وهيبقى صعب عليكي ان انت كل شوية تسلكيها منه. فالشوكة هتكون سهلة معاكي كتير. هنضرب فيهم زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما لون الزبدة يبقى فاتح زي ما انتوا شايفين كده، والقوام بتاعكم ناعم كده. لو حطيتي السكر حبيبات هيغيب معاكي جدا، وهيزهقك في الذوبان. هنحط بقى معانا بيضة بحرارة الغرفة، وبيضة طبعا يعني هنقول البيضة دلوقتي ب6 جنيه. يبقى احنا حطينا كوباية الا ربع من الزبدة الصفراء، ممكن نحط نص كوباية زبدة والباقي زيت، الربع باقي زيت. وحطينا كوباية الا ربع من السكر البودر، وحطينا بيضة بحرارة الغرفة برضو، وعليها فانيليا سايلة، فانيليا باودر زي ما انا مستخدمة كده، والنوع ده كويس اللي انا مستخدماه، مفيش اي مشاكل. هنضرب، هنلاقي في الاول الخليط محبب معانا كده زي ما انتوا شايفين كده. هنفضل نضرب فيه لغايه ما القوام يبقى كريمي زي ما انتوا شايفين كده، والبيضه دابت خالص، والقوام زي ما انتوا شايفين كده تحفه جدا. هنحضر بقى المواد الجافه بتاعتنا. اللي معانا ده حوالي كوبايتين ونص من الدقيق. هنحط عليهم ذره من الملح، ونص معلقه صغيره من البيكنج صودا. هنا ممكن تحطي لو انت عاوزه بيكنج باودر، ممكن تحطي نفس الكميه، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، مفيش اي مشاكل. بس البيكنج باودر هيخليه ناشف خالص، ما يكونش فيه مضغه كده زي بتاعه الافران اللي بتعمله بره. اما البيكنج صودا فهتخلي لك فيه مضغه بسيطه، هو هيبقى بسكوت بس هيبقى فيه مضغه بسيطه كده، زي ما انت تحبي وزي ما انت تحبي تاكليه، او الاولاد بيحبوه براحتهم. هندخل بقى المكونات الجافة. احنا حطينا بقى ذرة الملح على الدقيق، وحطينا نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، حطينا مع الدقيق وقلبناه وكده. وهنبدأ ان احنا نحلل الدقيق بقى على الزبدة بتاعتنا والسكر والبيضة. احنا نخلناهم مرة قبل كده، وهندخلهم مرة كمان. طيب نوع الدقيق اللي انا مستخدماه دي العلامة الاولى من الغلة. ممكن تستخدمي اي نوع للكحك او البسكوت، بس انا مستخدمه العلامه الاولى اللي هو دي الزيرو اللي بيقولوا عليه زيرو، او الدقيق الفاخر اللي هو الابيض. العلامه الاولى من دقيق الغله طبعا تحفه جدا في البسكوت. ممكن تستخدمي انواع من اللي هي طالعه بتاعه الكحك والبسكوت، مفيش اي مشاكل.
بس طبعا انتوا عارفين ان احنا مش هنحط الدقيق كله مرة واحدة، لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني علشان العجينة بتاعتنا ما تنشفش. فهنحط واحدة بواحدة ونقلب المقادير بايدينا كده علشان نشوف العجينة في ايدينا. انا عايزة اوصل لعجينة ما تلزقش في نفس الوقت وتكون طرية، وفي نفس الوقت كمان ما تكونش مشققة ولا ناشفة. يعني انا عايزة عجينة تكون طرية وما فيهاش تشققات. انا حطيت الكمية دي وبقيت حبة صغيرين كده علشان اشوف برضو هتحتاج مني ولا لا. وهبدا ان انا اعجن البسكوت. البسكوت طبعا ما بيتعجنش، بيتقلب المقادير لغايه ما المقادير تخش ببعضها وتتشرب من بعضها كده، لان انا مش عايزه اعمل له عرق، فبالتالي عجن كتير فيه هيعمل له عرق، فالوصفه مني هتبوظ وهيطلع مني قرص، مش هيطلع مني بسكوت. فانا هقلب بس المقادير كده بايدي، ادخل المقادير في بعضها كده بايدي وخلاص. اول ما الدقيق يختفي هبدا ان انا اوقف عجن خالص. كده تمام، العجينة لمت معايا وبقت كده تمام. شايفين ما شاء الله العجينة طرية، وفي نفس الوقت هختبرها بقى علشان اشوفها. ما شاء الله كويسة جدا وناعمة وما بتشققش معايا. طيب لو لقيت العجينة بتشقق يبقى انتي مزودة دقيق ياما، هضطر ان انا احط حبة لبن صغيرين بس يطروا بيها العجينة شوية. كده تمام، هنغطي بس العجينة حبة بساط بس كده، العجينة ترتاح حبة بسيطة خالص، عبال بس ما احضر الحاجة اللي انا هحط فيها والشوكليت شيبس اللي انا هحطه على الوش. وهغطي العجينة بكيس بلاستيك كده، هنغطيها علشان نشتغل منها وما تشقاش وشها مننا. طبعا هاخد العجينة بقى على حسب ايدك ما تاخد في تكوير العجينة. يعني انا ممكن العجينة لو انت عايزة تطلعيها بالميزان المظبوط ممكن تخلي مثلا العجينة من ديت مثلا وزنها حوالي 10 جرام، او 15 لو انت عايزاها كبيرة. مفيش اي مشاكل، وانت برضو بتعمليها على حسب ما انت عاوزة وايديكي بتاخد ان هي ايه ان انت تعمليها. انا عملتها الحجم ده كويس. وببططها معايا كده وبحط عليها الشوكليت شيبس وببططها وانا بحط الشوكليت شيبس عشان ما تقعش مننا اثناء التحريك او في الفرن. بضغط عليهم زي ما انتم شايفين كده. طبعا وانا بكور العجينة بتك عليها جامد كده علشان لو فيها اي فتحات او اي حاجة تلم معايا. يعني وانا بضغط بين راحة ايديا الاتنين بضغط جامد عليها علشان العجينة تلم معايا، لان احنا عارفين ان عجينة البسكوت ما بتبقاش متماسكة قوي، بتبقى متفرولة كده شوية، فبنضطر ان احنا نضغط عليها براحة ايدينا كده علشان تتشكل معانا الاول، وبعدين نضغط عليها ضغطة علشان نبططها كده ونحط عليها الشوكولات شيبس. شايفين ما شاء الله تحفة. عايزة تخليها مثلا ارفع من كده كمان ممكن تضغطي عليها اكتر، عايزة سمكها يعني ارفع من كده كمان ممكن تضغطي عليها اكتر. الكمية دي كلها اتعملت لي من 2.5 كوب دقيق. ولو عايزة كمان تصغري الحجم كمان عن اللي انا عاملاه، يعني انا دلوقتي عاملة حجم يعتبر كبير، لو انت عايزة تصغري كمان عن الحجم اللي انا عاملاه هيطلع معاكي كمية اكبر بكتير من ديت. طبعا هنكونوا بقى مسخنين الفرن بتاعنا الاول على درجة حرارة 160. هنحطها بقى في الرف الاوسط عشان تاخد لون، ما ينفعش نحطها على طول على الشبكة علشان طبعا هيتلسع من تحت ومن غير ما يستوي، فلازم ياخد براحته خالص في الفرن ويحطه في الرف الاوسط. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله واخد لون سوا من تحت واخر. هياخد حوالي على حسب فرنك ممكن ياخد حوالي تلت ساعة. وبعد ما يحمر من تحت اشغل عليه الشوايه من فوق. لو فرنك عادي بيشتغل وبيحمر من تحت ومن فوق من غير ما تشغلي الشوايه، اوكي خلاص ما تشغليش الشوايه. انا شغلته على درجه حراره 160 وفتحت له كمان المروحه عشان يوزع الحراره، وطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله واخد لون من تحت تحفه، وحاجه اقتصاديه وكويسه وانت عاملاها في بيتك، وحاجه نظيفه. وطبعا الزبده اللي انت بتستخدميها اي نوع انت بتستخدميه شغال. عندي مثلا انا مش عندي زبده وعايزه استخدم سمنه، اوكي برضو ما فيش اي مشاكل، ممكن تستخدمي نفس المقدار سمنه على زيت او سمنه، ما فيش اي مشاكل.
وهيطلع تحفة وجميل برضو وبالهنا والشفا. طب تيجي بقى نحسب التكلفة بتاعتنا. التكلفة بتاعتنا لو احنا قلنا مثلا بنستخدم حوالي تمن من الزبدة. الزبدة دلوقتي حوالي، الزبدة الفرن احسن زبدة دلوقتي عاملة حوالي 120 جنيه، والتمن هيبقى واقف عليكي ب15 جنيه. يعني الربع ب30 والتمن هيبقى واقف عليكي ب15 جنيه. والسكر كوبايه الا ربع سكر برضو لو حسبناهم برضو ممكن لو يعني حسبناهم هنقوله هياخد 5 جنيه. طيب مثلا الدقيق، يعني انت حوالي دول 300 جرام دقيق، يعني مش هكملوش كمان نص كيلو من الدقيق. يعني قولي الكيلو حوالي ب20 جنيه دلوقتي، وهنحسبهم يا ستي على نص كيلو من الدقيق. النص كيلو ب10 جنيه، يعني هنقول دول مثلا ب7 جنيه. والبيضة ب6 جنيه. يعني الكميات يعني لو حسبتي حسبتيهم كلهم مش هيكملوا 50 جنيه. فما شاء الله هتعملي كمية كويسة وهتفرحي ولادك وحاجة نظيفة انت عاملاها في البيت. طيب احنا دلوقتي عايزين نحفظها بشكل محكم. هنجيب علبة من علب التلاجة بتاعتنا او العلب البلاستيك اللي ليها غطا، وهنفتح فيها كيس تلاجة زي ما انتم شايفين كده، وهنرصهم فيها الرصة الجميلة ديت، وهنقفل عليها بكيس برضو ونغلق عليها الغطا بتاع العلبة. وممكن نحطها في التلاجة، نحطها في مكان كويس ما يكونش فيه رطوبة، وبالهنا والشفا.